مشكلة كل يوم مكوى، وكل يوم نودي للمكوجي، وكل يوم فاتورة قد كده، وكل يوم والتاني مبلغ قد كده. طب وبعدين الفواتير دي كلها والفلوس دي كلها، يعني مفيش حل؟ يعني هو مفيش حل لموضوع الفواتير والمكوى اللي كل يوم والتاني؟ لا طبعا في حل. نجمة جديدة في عالم رافال، مكوى بستند بالترابيزه لاول مره في مصر من رافال. شوفوا الجمال، بتجيلك الكرتونه بالشكل ده ضمان 3 سنوات يا جماعه على المكوى اللي بالترابيزه دي. كده قطع الغيار اللي بتيجي مع الكرتونه. ولما نقول رافال يعني صناعه مصريه 100%، يعني خدمه ما بعد البيع متوفره. بصوا كمان بيجي معاه شماعات قطيفه هديه، ودي كمان المكوى اللي هتخرج من الكرتونه. يعني كمان لما اقول صناعه مصريه يبقى خدمة ما بعد البيع اللي مشهورة بيها رافال. بصوا المكوى خفيفة ازاي، وادي نيلي بتوريكم قد ايه المكوى خفيفة جدا جدا، يعني مش هتوجع ايديكي. وادي التانك بتاع المكوى، اكبر تانك مكوى، تانك كبير جدا 3 لتر ونص. قواعد تثبيت قوية جدا عشان المكوى ما تتحركش وانتي بتكوي عليها. كمان تقدري تتحكمي في الطول اللي انتي عايزاه في المكوى، يعني معنى كده تقدري تكوي وانتي قاعدة، تكوي وانتي واقفة، وداعا لوجع الظهر يا جماعة. خلاص ممكن احطها كده قدامي وانا قاعدة على الكنبة واكوي عليها، وممكن كمان اكوي وانا واقفة. بصوا كمان بتوفر لي ان انا اشتري ترابيزة، يعني مكوى وترابيزة في نفس الوقت. شايفين الحلاوة وشايفين الجمال بتاع مكوة رافال؟ لأول مرة في مصر مكوى ستاند بالترابيزة من رافال، فخر الصناعة المصرية. ولما نقول رافال يعني صناعة مصرية 100%. خدمة ما بعد البيع يا جماعة، قطع الصيانة متوفرة. كمان عندي الخدمة 24 ساعة، هي نفسها قطعة ديكورية في منزلك. شايفين المكوى عاملة ازاي؟ تانك 3 لتر ونص، المقاسات بتاعتها والارتفاع بتاعها اقدر اتحكم فيه. الترابيزة ممكن تكون افقية وممكن تكون كمان بالعرض زي ما انتوا شايفين. بجد هي قطعة فنية من رافال. كمان قوة البخار قوية جدا، اقوى بخار ممكن تشوفيه. وكمان قوة البخار فيها 3 سرعات. بصوا يا جماعة، شايفين البخار لوحده بيفرد لي القماشة حتى من غير ما اشغل المكوى. بصوا الجمال، دي كده قوة البخار بتاعت مكوة رافال النهاردة. المكوى اللي ستاند بالترابيزة، عندي زرار البخار في 3 سرعات، اقدر اتحكم في قوة البخار بتاعت رافال في المكوى. وكمان عندي زرار الباور اللي بيشغل لي المكوى. بس بنعمل ايه؟ انا عندي العباية دي كتان على ستان، ما بتتفردش ابدا غير عند المكوجي. بفردها كده وبجيب المكوى، بشغل قوة البخار بتاعتها. قوة البخار بتاعتها دي حاجة كده جبارة ما شاء الله عليها. وبعدين بحط البخار على العباية قدامي، وبعد كده بعد ما اديها قوة البخار بتاعتها بطفي البخار وبشغلها مكوى بس. قوم ايه تلاقي بتتفرد في ثانية، مش محتاجة ان انا ارجع عليها تاني. بصوا جمالها، تعالوا اوريكم بعمل ايه. ده زرار البخار، ليه 3 سرعات للبخار اهو. لو دوست عليه كده ادي ال3 سرعات اهم قدامكم. اقدر ادوس دوسة تانية اتحكم في قوة البخار. عندي 3 سرعات ب3 لقوة البخار بتاعتي على حسب شدة الكرمشة اللي موجودة قدامي. بصوا بقى، ده العباية الجينز ما بتتفردش غير عند المكوجي. بدي ايه؟ بدي بخار الاول اهو على اقوى حاجة بالشكل ده، وبعدين اطفي البخار واشتغل بالمكوى. كمان مكوة رافال فيها بوز رفيع قوي زي السن كده، بيدخل بين الكشكشة، بيفرد لي بين الكشكشة وبين الزراير، وتبقى اكتر حتت مستخبية بتضايق منها قوي لما تيجي تكوي في البيت، بتفضل مكرمشة معانا. الحتة الرفيعة، البوز الرفيع اللي في مكوة رافال بيفرد لي الحتت اللي مستخبية، الحتت اللي جوه. بصوا بين الزراير ازاي، ولا كلمة يا رافال، بسم الله ما شاء الله يا جماعة. مكوة مكوة رافال النهاردة بالبخار هي مكوة تحفة تحفة تحفة. فيها خاصية التنظيف الذاتي، يعني بتنظف نفسها بنفسها. تخيلوا بقى، وكمان سهلة التنظيف. وكمان فيها فصل الباور، يعني لو انا سبتها حوالي ربع ساعة شغالة هي بتفصل لوحدها.
معاها طقم الشماعه القطيفه زي ما قلت لكم، الالوان بتاعتها ابيض واسود وازرق ورصاصي. بصوا شايفين انا بلعب بيها ازاي؟ من كتر ما هي خفيفه وناعمه على ايدي مش هتوجع ايديكي ابدا ابدا. النهارده مكوه رفال هي بجد في بيتك هي قطعه ديكوريه. كمان اقدر اكوي كده بسرعه الصبح قميص بقى لجوزك، بلوزه كده مستعجله عليها بالستاند كده بالشكل ده، اوام خليت لي البلوزه في ثانيه زي الفل. ما تنسوش ان رفال هي فخر الصناعه المصريه.